البعض يسأل عما يقع فيه المسلمون في يوم العيد من أخطاء ومنكرات، وحكم ذلك على الصيام. الجواب أن المسلم الذي قد أكرمه الله سبحانه وتعالى بقيام شهر رمضان وصيام شهر رمضان ينبغي عليه أن يحافظ على هذه العبادة الجليلة وعلى هذه المنة التي يعني امتن الله بها عليه سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكافئ هذه النعمة بالقيام بطاعة الله وعبادته، فإن يوم العيد هو يوم الجائزة الذي أكرم الله به عباده بعد هذه العبادة الكبيرة العظيمة التي قاموا فيها. وأما ما يقع فيه بعض المسلمين من منكرات ومعاصي، من سماع للغناء أو لباس غير حسن أو يعني اختلاط غير حسن في الأسواق وفي غيرها، هو مما يعني ينبغي إنكاره، وهو مما يخالف شرعنا ويؤثر في هذه الطاعة العظيمة التي يعني خرج فيها المسلم من شهر رمضان، والله أعلم.